السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم من جديد في قناتكم اشراقة سعيدة. زي ما احنا متعودين مع بعض بحاول اني اعمل لكم وصفات تكون سهلة وطريقتها سهلة، بمكونات تكون متوفرة دايما، بدون افتكاسات. فيديو النهاردة ازاي هنعمل عجينة الكايزر بطريقة سهلة جدا، مكوناتها سهلة، واهم حاجة انها تكون متوفرة ومش كتير، وهتطلع نفس النتيجة لما تستخدمي مكونات كتير بالظبط. اللي اول مره يشوفني، انا اسمي اسماء، وهتنوروني اكيد لما تشتركوا في القناه. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك عشان الفيديو يستمر في العرض. ويلا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا نشوف عملنا عجينه الكايزر ازاي، او خبز البرجر. وكمان عملنا سندوتشات برجر باقل التكاليف. يلا نقول بسم الله. هنا جبت في البولة بتاعتي حوالي كوباية مية دافية. تمام. ما نزلتش بيهم كلهم، يعني سبت شوية في الكوباية او في المج بتاعي. تمام. وده حوالي ربع كوباية سكر في الكوباية الصغيرة كده. وجاء ده كيس خميرة. ومهم قوي ان المية تكون دافية. وقلبتهم كده كويس مع بعض عشان الخميرة تنشط معانا. تمام. شايفين؟ مهم قوي ان احنا نقلبهم كويس كده. ولو الخميرة شاكة انها تكون مش نشطة، فبتحطي الاول بتحطيها في الخليط ده كده، بتعملي لها الخليط ده كده وتسيبيها على جنب حوالي ربع ساعة، وتشوفيها هتعمل لو رغملت رغاوي كتير كده على الوش تبقى كويسة ونشطة. هنا بقى انا نزلت بحوالي نص كيلو دقيق. تمام. انا نخلته طبعا كده، طبعا على الخميرة كده على طول. انا هنا ما انتظرتش الخميرة، ما سبتهاش يعني كتير. لكن لو انت عايزة تتأكدي منها فبتسيبيها شوية، بعد كده تعرفي انها نشطة او لا. بعد كده حطيت عليهم كيس بيكنج باودر كده، او لو مش حابة تحطي بيكنج باودر مفيش مشكلة. هنا حطيت بعد كده رشة ملح صغيرة وحوالي كوباية سمنة على زيت. تمام. كوباية صغيرة اللي انت شفتيها كده، يعني حوالي نص المج الكبير. وكده استخدمت المعلقة عشان ألم بيها الخليط الدقيق كده مع الخليط. تمام. او هستخدم ايدي طبعا بقى كده، المهم قوي في العجن. تمام. هنا كان انا يعني المية اللي انا حطيتها في الاول كانت كتير شوية، كان يعني المفروض ان انا ما كترش قوي منها، فالعجينة طلعت طرية شوية. فالافضل ان احنا يعني احط حوالي نص الكوباية المية اللي انا حطيتها في الخميرة الاول. وهفضل اعجن كتير، هتفضلي تعجني حوالي ربع ساعة في العجينة. تمام. لحد ما ما تبقى بالطريقة دي كده، زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هجيب يعني رشة زيت صغيرة كده، وهدهن بيها كده برضو العجينة، او احطها كده على الوش، وافضل اعجن برضو كده. تمام. هي دي مقادير عجينة الكايزر. اوكي. هنا كان عندي شوية كمون كده، فرحت نزلت بيهم كده يدوا طعم حلو قوي في العجينة. تمام. لو في عندك حبة البركة مفيش مشكلة، او السمسم بقى حطيتهم فوق الوش. تمام. هنا عجنت كويس، مهم انك تعجني العجينة كويس. هنا دهنت طبعا البولة كده، ونزلت بالعجينة، كانت طرية معايا قوي. تمام. آه هتسيبيها حوالي ساعة. اوكي. تغطيها وتسيبيها ساعة في مكان دافي. تمام. شايفين؟ العجينة كانت طرية وحلوة قوي. المهم ان انت يعني توصلي بيها في النهاية بالطراوة، بتبقى فيها الطراوة دي كده. تمام. هنا طبعا بعد ما خمرت بعد حوالي ساعة. تمام. كده بحاول بقى اطلع كده العجينة من البولة. تمام. واجيبها على الرخامة واعجن بيها، يعني افرد فيها كده شوية. تمام. والمها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبعد كده بقى هجيب السكينة وقطعتها حوالي 8 قطع كده. تمام. كل قطعة بقطعها قطعتين برضو. تمام. واجيب بقى القطعة على ايدي كده،
وافردها. مهم اوي الخطوة دي عشان تطلع معاكي عيش الكايزر مظبوط، انك بتفرديها، بتعملي قاعدة ليها كده من العجينة كده من تحت. تمام. بتفضلي تلميها كده، تلميها تمام عشان تورق من جوه. وتعمل ايه لما تخمر، هتورق وتعمل فراغات كده حلوة في العجينة من جوه. تمام. اهي بنفس الطريقة سهلة. اهي تفردي العجينة وتفرديها وتلميها تاني كده، وتفضلي تلميها تكشكشيها كده. اه. ودي برضو كده. وهتجيبي بقى صينية او صاج عندك، وتدهنيه بحاجة بسيطة كده من الزيت من تحت. تمام. آه، وشايفين بقى بتبقى في الحجم الصغير ده كده. لو حابة تكبري اكبر سنة ممكن تكبري شوية، بس انا حابة ان هو بيفضل كده اهوت في الحجم ده كده. تمام. ولسه بقى لما يخمر شوية الحجم هيتضاعف. اهي انا كل قطعة كنت بقطعها كده برضو قطعتين. مش قادرة اقول لكم والله، العجينة يعني مكونات سهلة وبسيطة، وطلعت العجينة كأنك حطالها اضافات بيض ولبن ومش عارفة ايه. يعني لو طلعت نفس النتيجة. وكانت جميلة قوي وريحتها تحفة. ودي هنا كده بقى رصيت كده الصينية زي ما انتم شايفين كده. وهسيبها برضو ساعة تانية في مكان دافي تخمر. تمام. الحجم بيتضاعف. يبقى تجيبي بقى شوية سمسم كده ورشتهم كده فوق الوش. بس انا قبل ما ارش السمسم ده بقيت بايدي كده ادهن ايدي ميه وامشيها كده على العجينه، عشان السمسم عشان الوش يدي لمعه، وكمان السمسم يعني يلزق فيه بسرعه ما يوقعش. تمام. الطريقه دي سهله جدا وبسيط، والمقادير سهله. وهحطه بقى في الفرن. بعد كده بقى طبعا دخلته كده الفرن وطلع. دخلته على درجة حرارة حوالي يعني 240 كده. وبعد كده بتهديه على 200 لحد ما ياخد الوش ويرتفع ويبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. كان جميل جدا وشكله تحفة وطري جدا، وكان يعني طري من جوه. كأنك حاطاله اضافات كتير، بس بجد يعني الاضافات مش كتير اللي انت حطيتيها، وطلع النتيجة حلوة قوي. شايفين. قطعته بقى بالسكينة كده، وقلت قررت بقى ايه، اعمل له حشوة برجر كده. كان عندي برجر طبعا في التلاجة طلعته. وعملته كحشو سريع كده. تمام بطريقة سهلة وسريعة كده. ممكن يعني الأطفال أو الأولاد ياخدوه معاهم المدرسة، بيبقى حلو قوي. أو أي حد ممكن ياكله طبعا، أي حد بيحبه. فهو يعني وجبة خفيفة ولذيذة وسريعة. تمام. أنا قطعته كده بالطريقة دي، وبقيت حطيته في الطاسة علشان يسخن أو ياخد لون كده من جوه. تمام. بنفس الطريقة كده على النار هادية. تمام. في الوقت نفسه انا كنت جبت الطاسه التانية حطيتها على النار اللي جنبها. وبدات جبت البرجر بتاعي اهو. وحطيته على النار عشان ايه اسويه. البرجر ده طبعا جاهز. تمام. كان الطاسه فيها نقطه زيت بسيطه كده. حطيت طبعا ايه سخنت كويس. وبدات بقى ان انا انزل بالبرجر بتاعي. النار مهم قوي، النار تكون هاديه عشان يستوي كويس. تمام. ومجرد ان هو ياخد وش من الناحيتين فبغطيه بغطا. يعني ايه، بحيث ان احنا نتأكد ان هو يستوى بالزيادة شوية من جوه.
كان والله العظيم يعني ما خدش وقت كتير، والوجبة سريعة وحلوة، والولاد طبعا بيحبوه جدا. بس كانت المشكلة عندي بقى ان انا وانا عملته بسرعة كده نسيت ان انا اجيب له الكابوتشي. اكتشفت ان مش موجود كابوتشي، فاضطريت بقى ان انا اعمله كده، مش مهم. فالمهم عملته. وكان لذيذ من غير اي اضافات كتير يعني. شايفين انا كده غطيته بعد ما اخد وشين، فبغطيه بغطا 5 دقايق كده بس، ايه، بحيث ان هو يعني يكون نتأكد ان هو استوى اكتر. شايفين هنا كده اخد اللون كده، لون حلو قوي كده. نيجي مطلعينه. تمام. انا برضو ايه، بقيت احط اتنين اتنين كده في الطاسة ياخدوا براحتهم كده، وبيكش يعني. بعد كده هنا بقى البرجر بتاعي، الكمية اللي عندي دي بعد ما عملتها في الطاسة كلها من جوه، شوحتها يعني خدت لون من جوه. جبت الجبنة الموتزاريلا. تمام. حطيتها كده في الطاسة، وهنزل هحط عليها طبقة البرجر، طبقة العيش او الكايزر. تمام. كده انها بس تسيح وتلزق في العيش. يعني هي حشوة سريعة كده وبسيطة. غير البرجر طبعا اللي احنا متعودين عليه، الحشوة بتاعتنا التانية اللي احنا متعودين عليها. اهو دي واحدة تانية كده قررت اعملها. شايفين هنا الطاسة التانية طبعا البرجر سايباه هادي، النار هادية عليه، عايش مع نفسه كده. وانا في الاثناء طبعا كنت ايه بعمل بقى ايه الجبنة كده في البرجر، سوري، في العيش او في الكايزر. شايفين هنا لون الجبنة هنا كده، وهحط بقى عليها البرجر بعد ما استوى. تمام. كانت الحشوة بسيطة يعني ما فيهاش حاجات كتير. جبت كده طماطم كده، قطعتها طرنشات كده. وحطيتها عليه كده من فوق. تمام. وتقفلي عليها كده. كان طعمه تحفة ورائع، ووصفة سهلة. جربوها بالطريقة دي، حلوة قوي يعني. آه، شايفين حتى ساندوتش البرجر يعني مكوناته سهلة، ما فيهاش اي حاجة. ما افتكسناش، ما عملناش حاجة يعني غريبة. تمام. شايفين الجمال، ومنقولكمش بقى على الريحة كده، كانت قلب الدنيا. ده لكل عشاق البرجر كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، اكون سعيدة جدا جدا. وياريت اكتبولي في التعليقات ان كل واحد من انه بلد. طبعا تحياتي لكل البلاد، وكل الناس اللي متابعيني. طبعا ده شرف ليا طبعا منكم انكم متابعيني وبتشوفوا فيديوهاتي. واتمنى تشوفوا الفيديو للاخر وتدوسوا لايك. واللي اول مرة يشوفني، انا اسمي اسماء. اتمنى تدوسوا سبسكرايب او اشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. وربنا يقدرني طبعا يا رب اني اقدر اعمل لكم فيديوهات اكتر، وحاجات جديدة وبطرق سهلة وبسيطة تعجبكم وتنال رضاكم. ومع الف سلامة.